السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير بافضل حال. نسمي بالله بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول. اللهم صل وبارك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. النهارده نعمل مسقعه. انا مش هعملها غير بتنجان وفلفل، وانا بصراحه طالبه ان انا معايا ان انا اكل الفلفل كده سليم، هقليه كده وهحطه كده. تقولي لي ينفع ما ينفعش؟ انا عايزه كده. حتى البتنجان انا قطعته تقطيع مكعبات زي ما انتم شايفينها كده اهي، عشان اديها زي تحميره واعمل لها التومه والصلصه وانزل عليها بالحاجات دي وهي متحمره في الحله. مش هعملها في صينيه ومش هدخلها الفرن، انا هعملها على البوتاجاز من فوق وفي حله. انا بصراحه نفسي قوي قوي رايحه لها كده. يلا نحضر التومه والصلصه ونحمره ونشوف ايه اللي هيحصل. بصوا حبايبي، انا بعد ما قطعتها تمام انا هقليها دلوقتي، بس انا حابه اقول لكم ان انا قبل ما بقليها انا برشرشها ملح واسيبها لحد ما تجيب ميتها كده. انا عايزاها تجيب ميه كده. الميه بتاعتها دي كل ما تيجي تقليها وتنزليها في ميتها اللي هي نازله منها بالملح بتاعها ده ما تشربش زيت. والله كل ما تبقى فيها ميه وتشرب من الملح بتاعها تيجي تقليها ما تشربش زيت خالص وتبقى خفيفه. وما شاء الله الطاسه بتخلص بسرعه زيتها يعني، وبنفضل نزود. لا، انا بخلص الكيلو ونص اللي انا عاملاه ده بالنص كيلو فلفل اللي انا برضو مقطعاه ده وبقليه، والطاسه بيبقى لسه فيها زيت. انا الفلفل بعد ما بغسله بسيبه ينشف بقسمه كده من تحت عشان ينزل زيته. تمام، انا كده خلاص سبته اهو شويه لحد ما انزل ميته اهي، ميته اهي. يلا بقى نقليه ونعمل الصلصه بتاعته بالتومه. بصوا حبايبي، انا اهو حطيت الطاسه، فتحت الزيت كويس، نزلت بالبتنجان. انا حاطه كميه لاني انا مش هقلبه يمين وشمال، لا انا هقلبه كده لان انا حاطه كميه زيت اهو ما شاء الله اهي اهو. هفضل اقلب في البتنجان يمين وشمال بالطريقه ديت. ادي الصلصه بتاعته اهي اهي. تومه، انا حطيت كام فص توم معتبر كده اهو. وبعد كده اول ما اتحمر حطيت عليه شويه ربع معلقه خل كده، او ربع معلقتين كبار خل مثلا. وبعد كده نزلت بكيس الصلصه اللي انا جايباه من الديب فريزر. اول ما يفك هديله كوبايتين ميه ويغلي غلوه، وهنزل بعد كده بالبتنجان والفلفل. هقلي البتنجان كويس قوي اهو. ادي الكميه كلها اهي بتنجان. بصوا الميه بتاعته اهي، بصوا ميته اهي، دي هي دي ميته. خلوش يشرب زيت كتير. يلا نحمر بقى الكميه كلها وندي كوبايتين ميه للصلصه ونحط كده مع بعض المسقعه بالفلفل السليم كده، بشويه الكزبره الناشفه، بشويه الكمون، بشويه الكاري، بشويه الملح، وتاكلي احلى مسقعه من بتاعه زمان اللي ولا كنا بنحط فيها بطاطس ولا كنا بنحط فيها اي حاجه. شويه صلصه، شويه بتنجان، شويه فلفل، والف هنا على اللي ياكلها. انا طلعت اهي اول طاسه، تاني طاسه اهي. شفتوا بقى الكميه طلعت ازاي معايا وتحميرها حلو قوي ازاي اهي. مبحبش المحروقه، انا بحب اللون الذهبي الفاتح ده. ادي الصلصه خلاص اهي فكت، هديها كوبايتين واديها غلوه. حطيت لها شويه ملح، شويه فلفل، شويه كمون، شويه كزبره ناشفه، توم بودره وبصل بودره. وهحط بقى مكعب ماجي واحد، هتديها طعم في حته تانية خالص. يلا بينا نحمر ونخلص ونشوف اكلتنا عامله ازاي. بصوا حبايبي، انا خلصت اهو. بصوا قدامكم ادي الفلفل. انا زودت فلفل رومي بصراحه، قطعته نصين بس، شلت البذر بتاعه قليته. الفلفل التاني اهو الحراق، شلت بس القرون الحراقه بتاعته البذر بتاعه وقسماه من تحت كده نصين. انا خلصتها اهي بسم الله ما شاء الله قدامكم. انا بحبها كده بصراحه، حبها كلها في حله، حابه اكل زي زمان البتنجان والفلفل بس اغرف كده تبقى الحبايه سليمه قدامي، الفلفلايه سليمه، اقدر اكلها زي ما انا عايزه ويبقى طعمها حلو.
اديني خلصنا المسقعه كلها. ادي الطبق ما كانش فيه زيت كتير زي ما انتم شايفين كده. ادي الزيت، ما احتاجتش احط زيت تاني خالص والله، بل بالعكس متبقي زيت كمان. طبعا انا مش هحمر فيه حاجه تاني لان هو هيتقلى فيه مره واثنين وثلاثه واربعه طبعا، بس تكفي ان انا ما حطيتش تاني عن اللي انا حاطه. دي كانت المسقعه بتاعتنا، يا رب تكونوا استفدتوا، وكانت سهله وبسيطه خفيفه عليكم. لو حابين بقى انتوا تحطوا تاكلوا انتوا حرين بس انا طبعا لسه بدري، مش هناكل دلوقتي فمش هغرب. هي قدامكم اهي المسقعه بتتكلم عن نفسها ما شاء الله عليها. يعني البتنجان جميل جدا والفلفل اهو، خدتش وقت مني خالص خالص خالص. قطعت البتنجان، قليته، عملت شويه تومه شويه خل عليها، حطيت الصلصه اتسبكت، حطيت كوبايتين ميه اديتها غلوه، حطيت ملح فلفل كمون كزبره ناشفه، فلفل اسود، حطيت شويه توم بودره وبصل بودره بسيط خالص، وكعب ماجي اللي قلت لكم عليه عشان هيوديها في حته تانية خالص. بعد ما قليت الحاجه رجعت حطيتها اديتها غلوه وطفيت عليها بس. وطبعا المسقعه بتتاكل سقعه مسقعه، فانا هسيبها تهدى خالص واللي يحب ياكل يغرف ياكل. يا رب تكونوا استفدتوا وعجبتكم، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا لي الجرس وتدعوا لي دعوه من قلبكم. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.